وقت معين رأيت ان انا في ظروف طبيعيه، لا مش طبيعيه، في ظروف مش طبيعيه بتجري، وانا طبعا احساسي بالمكان ده في خبره كبيره جدا، وعشت فيه فتره طويله جدا، فتره طويله، فيمكن الاحساس بالاجواء دي ما عشتهاش قبل كده خالص، فحسيت ان في اجواء مش طبيعيه، ففضلت ان انا ارحل، لان انا تواجدت في المجال ده وعملت انجازات، وعارف مقدار التقدير اللي كان الناس عاملاه لحسام البدري ومجهود حسام البدري، سواء من داخل القلعه نفسها، الناس اللي مسؤوله، المجهود الكبير اللي كنت بعمله، او سواء من الجماهير نفسها. ففضلت في الوقت ده بمنتهى الهدوء وحفاظا على اشياء كثيره جدا انا بحبها، ان انا فضلت الرحيل. وكان في يعني قدر او نصيب اخر، ان ربنا قدر لي ان انا ارجع تاني في ظروف صعبه اخرى تاني، في اشياء كثيره جدا، ظروف في غايه الصعوبه. ما تتكررش تاني، مفيش اي فرقه في العالم يستحملها يعني. بس صدقني محمد، برضه ما كانش حد برضه شايفها بالشكل اللي انا شايفه، كان في منتهى الصعوبه. عشان انت ايدك في الموضوع، في اشياء كثيره، في اشياء كثيره، لكن بفضل ربنا كان في توفيق من عند ربنا، كان في مجهود كبير جدا للجميع تاني، للاداره في اشياء كثيره، للاعبين اللي عليهم درجه كبيره جدا وتملي. يمكن انا بقول لك كان تقدير خاص، انا عشت في المكان ده فتره طويله، ومجموعه كم من اللاعبين مر عليا، يعني لو حصرناه يمكن تتكلم في 9 10 مواسم، كم كبير جدا. انما المرحله دي صعبه جدا، فانا كل التقدير والشكر لهذه المجموعه اللي كانت موجوده معايا، يعني واللي موجوده معايا في الفتره دي، لانها فعلا تعاملت مع ظروف صعبه جدا، استحملت اشياء كثيره جدا، اثبتوا فعلا ان هم يعني يليقوا بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي يليق بيهم، لانهم فعلا كانوا قدوه وشيء مميز يعني. طيب كابتن حسام، وقت ما مشيت في 2010 قلت انا همشي علشان في ناس مش عايزه حسام البدري. لا، في حاجات انا ما كنتش فاهمها يعني، ما انا فاهم، ما حاولتش افهمها يعني ظروف. هل الناس دي مشيت خلاص فعشان كده حسام البدري بقى؟ لا لا ما استحاله، في اي مجال احنا عارفين، اي مجال انت بتبقى موجود فيه بيبقى فيه اللي بيقبل واللي بيرفض واللي بيحب واللي بيكره، واللي عنده توازن في شخصيته واللي ما عندوش توازن في شخصيته. ده يجب انت اي واحد يعي، انت في مجالك، انت في مجالك، في مكانك، في مكانك اللي انت موجود فيه، انا في مجالي، اي شخصيه عامه في مجالها، الكلام ده بيبقى موجود بشكل، فانت بتتعامل معه ولازم تتعامل معاه. انت لازم تتعامل. بس الكابتن حسام البدري قبل كده ما كانش فيه حتى الابتسامه، السنه دي في ابتسامه. لا والله كان في الابتسامه وفي كله، لكن يمكن طب ما كانتش ظاهره ليه للناس؟ لا كانت ليه ما كانتش ظاهره؟ انا تملي بس ظاهره دلوقتي. بس انا عاوز اقول لك حاجه، ما انت ما تيجي تتكلم على الابتسامه، انت عمرك ما بتشوفني ببتسم على الخط، لان انا ما ينفعش وانا في وقت شغلي او عملي ابتسم. انا ببتسم في اوقات كتير، ببتسم في التمرين، ببتسم في وانا موجود في وسط اللاعبين، ببتسم في اوقات غير الشغل، لكن استحاله تجدني وانا على الخط ان انا ابتسم. يعني بيبقى في تركيز، بتتعامل مع المباراه، ما يجبش اما انت بقى تبقى يعني بيبقى اشياء حاجه مش طبيعيه يعني. لكن الابتسامه كانت موجوده، وانا طول عمري بحب الضحك وبحب الابتسامه، وعندي مزيج من الاشياء دي كلها في، بس كل حاجه في وقتها. اكيد كل حاجه في وقتها. اذا انت بتشعر ان انت كنت مظلوم، حتى على المستوى الاعلامي كنت مظلوم؟ مش مظلوم، كان بقول لك الترقب ظلمني، يعني الترقب والنظر ليا ظلمني في اشياء كتيره، لكن انا برضو قلت ده كان في منتهى الواقعيه بالنسبه لي، لان انا قلت ده طبيعي، لكن انا فاهمه، لكن اللي بيتربص لي واللي متابعني مش فاهمه. لكن صدقني انا بقول استحاله ان القدرات تبقى متغيره، يعني ما يبقاش يعني مش عاوز اقول ما كانش عندك قدرات يبقى عندك قدرات، لا ما ينفعش، ومش في سنه ونص ما ينفعش، ما ينفعش يعني. فهي كانت وقت وظروف، وفي نفس الوقت انا بقول يمكن اعلم يعني حاجه بالاشياء دي كلها هو الله، فهو اللي قدر لي ان انا اكون موجود تاني، وهو اللي اداني حقي تاني، وهو اللي عوضني تاني في اشياء كثيره. وانا بقول لك يعني انا سعيد ان انا اكون موجود في النادي الاهلي تاني، وارجع لبيتي تاني، لان انا بقول لك يعني هي دي الجذور اللي موجوده بالنسبه لحسام البدري في المكان اللي انا موجود فيه ده. فبحمد ربنا طبعا واقول الحمد لله، واقول ان النادي الاهلي طبعا ضاف لي كتير جدا يعني. اكيد كابتن حسام. طيب انا عايز يعني برضو يعني البطوله اللي فاتت دي احلى واجمل بطوله في تاريخ النادي الاهلي، انت خدتها كلاعب 82
خدتها بطوله افريقيا كلاعب. ودي كانت اول مره في تاريخ النادي الاهلي، الله يرحمه، رحمه الله عليه طبعا. طبعا. وكانت بطوله رائعه وخدت حاجه عاليه قوي. هذه البطوله الجميع اجمع انها البطوله الاقوى والاحسن والافضل في تاريخ النادي الاهلي كله، بطوله 2012. اعلاميا، اتحدث اعلاميا، كابتن حسام البدري حس ان هو فعلا على المستوى الاعلامي خد حقه اعلاميا بعد هذا الانجاز اللي تحقق ببطوله افريقيا؟ ولا انت كنت شايف برضو ان احنا ان الاعلام لو كان جوزيه اللي خدها كانت الامور برضو هتتصيد بطريقه مختلفه برضو؟ اولا يعني انا مش عاوز يعني اسمح لي ان انا اقارن بحد، يعني ليست مقارنه مش قصدي تقديرا للطرف لاي طرف اخر، وفي نفس الوقت يعني انا ما بحبش الاسلوب حته المقارنه دي. فانا بقول يمكن انا برضو مش مركز بشكل كبير يا محمد، لكن انا حاسس بتغيير الاجواء. يعني انا حاسس ان في تقدير دلوقتي افضل، حاسس طبعا ان الناس اللي حواليا والجماهير زي ما بقول، وشيء طبيعي انا بقول لك، لكن هي بالوقت، لان احنا لو ربطنا مشواري مش هيبقى مع النادي الاهلي بس، هو مشواري خلال الفتره اللي انا خرجت بره النادي الاهلي ادى بعض الايجابيات في انطباع الناس، لكن هو ده كان موجود. لو كان في صبر كنت هتجد نفس الشيء موجود بالزبط. بل بالعكس، يعني يمكن فتره البعد دي كان ممكن يتم فيها اشياء ايجابيه كثيره جدا. وانت اللي زهقت بسرعه؟ لا انا ما زهقتش بسرعه، او مش قادر يعني تستحمل الضغوط. كان ممكن يحصل فيها اشياء ايجابيه كثيره جدا. ما قدرتش تستحمل الضغوط؟ مش ما قدرتش استحمل الضغوط، لا. شغلتي دي كلها ضغوط، وفي كل وقت بستحملها واقدر اتعامل معاها. لكن انا بقول حسيت باجواء مش طبيعيه، فالاجواء اللي مش طبيعيه مش هعرف اشتغل فيها، ومش هعرف ادي، ومش هقدر احافظ على المكان، لان ممكن ابقى عنيف جدا. ممكن ابقى عنيف جدا، ممكن ابقى يعني هيبقى شكلي غريب مع اشياء كثيره، مع ناس كتير، مع حتى المكان اللي انا موجود فيه، مع الاعلام. ففضلت لا، قلت لا خلاص كده لازم اكون انا متوازن جدا وبفكر بشكل جيد. فحفاظا على التوازن وحفاظا على شكلي اللي انا بحب يبقى تملي ليه يعني مواصفات معينه، احترام للاخرين والاخرين تحترمك، ده مهم جدا بالنسبه لي. فحفاظا على الاشياء دي كلها فضلت ان انا اقول لا، الجو ده مش هينفع. لكن خسرت حاجات كتير، كنت ممكن في الوقت ده اعمل حاجات كتير جدا. في اشياء كنت برضو ببص ليها للفريق. خلي بالك كان معايا في الوقت ده مجموعه ناشئين كتيره جدا. برضو في ناس كتير مشيت وناس ما كملتش، وحصل نقص كبير في الحته دي. كان ممكن يبقى في عناصر اخرى موجوده دلوقتي، كان ممكن يبقى هناك اضافات اخرى كانت تبقى اندمجت معانا في خلال السنتين دول، وحصل انسجام. بعكس ان انت جبت عناصر ومشيت وما كملتش، وبتدور دلوقتي على عناصر اخرى محتاجه انسجام، وحسب اما توفق ان هم ممكن يكونوا نجحوا في مكان تاني، ودي كرة القدم، يجوا ما نجحوش معاك. كنت ممكن انا مريت بالمرحله دي، فبالتالي وصلت دلوقتي لمرحله الاستقرار. هو ده اللي انا بفكر فيه. دي في الكوره اشياء كثيره، لكن صدقني يعني مش اي حد يتطرق ليها. لكن انت كمدرب اما بتعيش سنوات كثيره وبتعرف يعني ايه هيكل، وتغيير الهيكل وتوقيتات تغيير الهيكل بتحتاج ايه، وحته النجاح والانسجام دي بتبقى عاوزه ايه بالنسبه لاي لاعب جديد، وفي نفس الوقت استمراريه اللعيبه اللي كانوا موجودين معاك، التجديد والاحلال من جيل بيبقى موجود وجيل بيمشي، وممكن تجيب اضافات اخرى، دي بتبقى محتاجه وقت. يمكن هي دي الحاجات اللي انا خسرتها، لكن ان شاء الله ربنا يسهل، يعني قادرين على تعويضها باذن الله. طيب تعالى